ازاي يا خالته هند بتنضفي الانتريه بتاعك؟ هقول لكم دلوقتي انا بنضفه ازاي. في الاول صلوا على النبي كتير. انا الاول بفك طبعا المخدات اللي هي الفايبر دي، بفكها وبحطها في الغسالة مع منظف جل مخصص للملابس السوداء علشان ما يعملش عليها اي رواسب. خلاص. بعد كده بجيب ميه مناسبه لمساحه الانتريه او مساحه الركنه زي ما انتوا عندكم، وبحط فيها بيكربونات صودا مثلا معلقتين كبار وكوبايه خل، وكمان كيس من المنظف الجل المخصص للملابس السوداء. حابين تحطوا كمان معطر مفيش مشكلة. باخد بقى الشلتة مثلا اللي هي الشلت اللي بتتفك العادية اللي بتتشال دي اللي هي مش ثابتة، وباخدها انضفها واحدة واحدة. طبعا انا بمثل لكم على مساحة صغيرة، بس طبعا هتعملوا الشلتة كاملة يعني مساحتها كلها من الوش والظهر والجناب وكل حاجة. بنضفها بقى بايه؟ عندك اختيارات، بس لازم تكون الحاجة اللي انت هتنضفي بيها مش بتطلع وبر، يعني تكون ليفة مثلا زي جوانتي البديل السلك اللي انا لابساه، او ممكن تنضفي بليفة زي بتاعة الاستحمام الليفة البلدي. حاجة المهم انها ما تطلعش وبر على القماش بتاع الانتريه او الركن عندك. خلاص نضفته وخلصت بالليفة او بالجوانتي بديل السلك. بجيب فوطة مبلولة مية نظيفة خالص، وبمسح مكان اللي انا نضفته ده علشان رواسب الصابون الباقية ورواسب الحاجات اللي متبقية على القماش تنضف، وما بقاش عملت ايه معجنة اللي هو تراب على مية. لا، يبقى لازم انضفها بفوطة مبلولة مية نظيفة. بعد كده باخدهم في الشمس وبسيبهم يتشمسوا. بلبس طبعا الحاجات اللي هي المخدات دي بعد ما خلاص نشفت، وبفتح عليها الشباك والمروحة. وطبعا بنضف كل اجزاء الانتريه، الجناب والاماكن الثابتة اللي في الانتريه بنضفها بنفس الطريقة، وبشغل عليها المروحة وبفتح عليها الشبابيك، وبيفضل الانتريه ما شاء الله نظيف. وبعمل الحكاية دي مرتين في السنة. ولو طبعا عندي مناسبة، عندي حاجة واحتجت ان انا انضفه بعدها، بنضفه برضو بنفس الطريقة. جربوا الطريقة دي وان شاء الله تعجبكم. بس اهم حاجة تستخدموا منظف جل مخصص للملابس السوداء وبس.